تعرّف بحضرتك. دكتور علي الريفي، أنا خبير تطوير مؤسسي وبعمل في الأكاديمية العربية. أهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا النهارده في الملتقى. والله أنا منورة بيكم وبشكركم جدا على المؤتمر المفيد ده، لأنه فعلا بيجمع ما بين محاور كتيرة جدا وهي مفيدة جدا إن شاء الله، وأتمنى تكرار. ممكن حضرتك تكلمنا عن كيفية التطوير للشباب على سوق العمل؟ القصة كلها إن الشباب أو الجيل الجديد كله بيبقى مستعجل شوية، فهو بيفضل يدرس كتير جدا، بس بعد ما بيدرس بيفاجأ إن سوق العمل برضو بيبقى صادم بالنسبة له، لأن هو مش ملم اللي هو التطورات اللي حصلت في السوق او تطورات سوق العمل في السوق. فعشان كده انا بنصح دايما نصيحة ذهبية جدا: اتعلم كويس، بس مهم جدا ان انت تتدرب كويس. مهم ان انت تتدرب في اكتر من مؤسسة واكتر من شركة. التدريب هيعرفك السوق ماشي ازاي، فبالتالي حضرتك لما بتتخرج هتبقى مؤهل لسوق العمل وجاهز ان انت تشتغل في سوق العمل، بل بالعكس الشركات هتخطفك على طول. فدي انا نصيحة ذهبية جدا، لازم انت تنزل تتدرب في الشركات. ومش مهم ان انت تاخد الشركة الكبيرة، لان الشركات الكبيرة الخدمات بتاعتها جاهزة، انما الشركات المتوسطة مشاكلها اكتر. فانت مهم ان انت تعرف المشاكل بالظبط عشان تكتسب خبرة، عشان بعد كده ان شاء الله تبقى جاهز. رسالة أخيرة بقى لدكتور هاني. دكتور هاني، انا بشكرك طبعا على المؤتمر اللي حضرتك عملته ده، بجد المؤتمر مفيد جدا، ملم جدا. انا نفسي كمان حتى بتعلم، واتمنى ان هو فعلا كمان يهتم اكتر كمان بالجيل الجديد ده، جيل الشباب. انا بصراحه ان انا مؤمن ان الجيل ده هو جيل ذهبي، هو اللي يقدر يحقق احسن مننا كلنا ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا دكتور هاني، واتمنى ان شاء الله باذن الله تكرارها زي المؤتمر ده. ومعانا لقاء آخر مع أستاذ أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال والبورصة المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. شرفتنا النهارده في الملتقى. ده انتوا اللي منورين ومشرفين والله. احنا حابين نعرف من حضرتك أهمية دور البورصة المصرية إيه؟ وبالنسبه للبورصه المصريه، هو طبعا اهم شيء فيها او الهدف الاساسي منها هو التمويل للشركات. يعني النهارده مثلا لو في اي شركه محتاجه توفير سيوله ليها، فبيتم قيد الشركه في البورصه وطرح الاسهم. وده بيدي نوع من انواع التمويل طويل الاجل. فبالتالي هو بيخش مع مستثمرين ومساهمين بيستفيدوا من الارباح اللي ممكن تتحقق في الشركه عن طريق التوزيعات الارباح. بالاضافه كمان ان هم يخشوا مع الشركه في بناء القرارات، وده بيضيف افكار جديده للشركه وبيساعد على نموها اكتر. وده طبعا بيتم عن طريق الجمعيات العموميه او العاديه او الغير عاديه. فبيدي طبعا اطار جديد للحوكمه بالنسبه للشركات. فده من جانب التمويل. من جانب اخر طبعا في حين ان انا ممكن عندي استهداف لاضافه نشاط جديد او توسع، فانا بعمل برضو عمليه زياده راس المال للشركه عن طريق الدعوه للاكتتاب للمساهمين القدامى. فده بيعمل برضو اعاده توسعه للنشاط وبزياده لاحجام الشركات فيما بعد. وده بيزود من قوه الشركه. ولينا امثله كتير قوي في السوق المصري نجحت نجاح باهر مع طرحها في الشركات، طرحها في البورصه المصريه. في برضه في مثل لشركه صغيره جدا بدات في بورصه النيل النهارده راس مالها تخطى المليارات بعد طرحها في السوق. فطبعا في عندنا نماذج جديده كتيره جوه السوق المصري توضح اهميه دورها ومدى كفاءه وفاعليه دورها مع الشركات. ومعانا لقاء آخر مع أستاذ أحمد عرابي، خبير أسواق المال. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. شرفتنا النهارده في الملتقى. انا اللي ليا الشرف ان انا موجود في وسط الكوكبه العظيمه دي من مجموعه الاقتصاد يعني. الله يبارك.
كنا حابين نعرف من حضرتك، ممكن تقول لنا بقى التحليل الاقتصادي اليوم الخميس والجمعة؟ الحقيقة يوم الخميس والجمعة كانت مفاجأة لكل الأسواق العالمية. اللي حصل إن بيانات التضخم أظهرت انخفاض حاد في التضخم. كان كل الناس متوقعة إن التضخم هينزل لحد 6.2، فوجئنا إنه نزل ل4، مما سبب انهيار لسعر الدولار. وده سبب شبه ربكة، وفي المقابل كل العملات اليورو والذهب أدى لارتفاع حاد. ومع اللي حصل ده احنا بنتوقع ان في الفترة الجاية ان شاء الله هيبقى في تخفيض لوتيرة رفع الفايدة الفترة الجاية. طبعا ده بيعمل ضغوط شديدة على السوق، لان اعتقد ان البنك المركزي الاوروبي هيبتدي يحاول يستمر في رفع الفايدة عشان يعوض الخسائر اللي حصلت الفترة اللي فاتت. وان شاء الله في انتظار نص ديسمبر اللي هي خبر الفيدرالي، هنشوف هيعمل ايه مع الفايده الفتره الجايه. هل هيرتفع؟ اعتقد انه هيرتفع بس مش بالوتيره القديمه. يعني هو اخر مره كان الرفع بيبقى 75 نقطه. بنسبه كبيره انا متوقع انه هيرتفع في حدود ال 50 نقطه في ديسمبر وفي الربع الاول من السنه، وبعد كده ممكن يتم تخفيضها ل 25. إيه الرسالة اللي حابب توجهها النهارده لدكتور هاني من خلال المؤتمر؟ أنا بشكره جدا على إنه قدر يجمع فعلا المجموعة الرائعة اللي حاضرة في المؤتمر، واللي ليا الشرف إن أنا أكون متواجد فيها. فكرة المؤتمر التعليمي إحنا محتاجينها جدا في الفترة الحالية. كل اللي حضر أعتقد إنه خد فكرة كويسة، سواء فكرة عن الاقتصاد، عن البترول، عن البورصات العالمية. دي حاجة بالنسبة لهم مش سهل إنها تتوفر في مؤتمر بصفة عامة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا شاكر جدا واتشرفت يا فندم بوجودي معاكم.